السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على مطبخ ام حسن عاملين ايه؟ عندنا هنا ايه؟ البطاطس الجديدة اهي. لسه وانتم طيبين طلع بطاطس بصل توم. انتوا عارفين التوم طبعا بحطه في المية عشان ايه؟ يطرى ويبقى سهل ايه في التقشير ما يعذبنيش. عندنا هنا كيس ايه؟ صلصة متزلزل اهو. وعندنا هنا ايه؟ فراخ في الفريزر نزلناها عشان هنعمل ايه؟ صينية بطاطس. هنشوف بقى صينية البطاطس دي هنعملها ازاي، بالبصل والثوم والطماطم طبعا والملح والفلفل ورق اللورة، كل حاجة حلوة. وهنا في ايه؟ كوباية ورق جوافة اهو، اللي عنده ايه؟ كحة وبلغ. وده النوى بتاع البلح، بحمصه في الفرن واطحنه في مطحنة السكر ونضيفه على البن ونعمل احلى بن حلو قوي عشان اللي عندهم السكر ويخف كمان من اضرار القهوة. وده قشر سفندي سفندي او يوسف اللي بتقولوه. وقشر برتقال ده بنشفه يا في البلكونه في الشمس يا الا تحطيه في الفرن. قشر برتقال لتقلصات او وقشر السفندي والبرتقال دول بغليهم واصفيهم واضربهم في الخلاط وادعك بقى بيهم او ارش الجو كده بيبقى سايل ميه. انا عامله له فيديو قبل كده، سايل ميه اصفيهم بالمصفى وارش كده في الريحه تبقى اخضر خطير في الحمام في المطبخ. ده الريحه جميله قوي، ريحه اليوسف ريحه البرتقال حاجات جميله. وهنا ورق الجوافه اهو، وده ورق ايه؟ البقدونس غليان عشان النقرس والاملاح والحاجات دي ويبرد واشربوه. ولا عايز يشربوا سخن براحته. وهنا قشر ايه؟ الليمون. اي قشره ليمونه بحطها في ميه مغليه دي وارمي فيها لما يتجمع، يسلقه واخلله وناكله زي الليمون، يا اضربه برضو واعمله ايه؟ واصفيه اضربه اسلقه واضربه في الخلاط وادعك بالبوتاجازات والبوتاجاز والحواض وكل حاجه تلاقي الدنيا متلمعه وحلوه. ده يا جماعه ما بيخلص تبقي عايزه تعملي اي حاجه عشان تبقى عندك تاني بجمع. وانا عامله ازايز وعملتها لكم قبل كده. ودي الفراخ، عايزين بقى نعرف الفراخ دي هتعمل ازاي بالثوم والبطاطس والبصل والطماطم. نرجع بقى ما نغسل البطاطس ونقطع البصل ونقشر الثوم، كل الفراخ دي فكت. نشوف بقى هنعمل ايه يا جماعه. نرجع مع بعض دلوقتي حالا ونشوف. طبعا هاخد طبق شوربه هنعمل بيه حاجه طبعا جنب ايه؟ باذن الله جنب البطاطس هتبقى ايه؟ هنشوف دلوقتي. هرجع لكم وهتعرفوا كل حاجه. شويه يا حبايبي اما رجعنا مع بعض عملنا ايه؟ صينيه البطاطس. صينيه البطاطس في الفرن اهيت، وراك وطبق الشوربه. طبق الشوربه اللي فاضل ده هنعمل بيه ايه؟ هنعمل بيه طبق ملوخيه. شفتوا بقى الجمال والحلاوه. وده التوم اهو، معلقه السمنه او الزبده اللي احنا عاملينها مع بعض. بس كنتوا دلوقتي طبق الشوربه ده هنشوف. يبقى عملنا طبق ملوخيه وهنعمل طبق ايه تاني هنشوف دلوقتي. نوطي بقى كده، نشيل المعلقه اهي عشان ايه هتسخن. نوطي كده على النار عشان ايه؟ هنشوف دلوقتي هنعمل ايه بطبق الشوربه. شويه لسان عصفور كده حلوين ونحمر. لو ما عندكيش اي حاجه تحمري بيها تحمري كده زي ما تحمري الكمون والحاجه من غير اي ماده دهنيه. عندك خير كله يا رب. شوفوا بقى ايه رايكم في صينيه البطاطس دي. مسكت البطاطس دعكتها غسلتها كويس جدا وقشرتها. دعكتها بالبصل والفلفل، البصل والثوم فرمتهم ودعكتهم بيها. عملت حلقان توم وحلقان بطاطس بصل. حلقان بطاطس يبقى بصل وثوم وبطاطس دعكتهم ببعض بالملح والفلفل الاسمر وتحط عليهم الصلصه وحطيت الشوربه وايه والفراخ. الفراخ كنت سلقاها، سلقت الفراخ قبل ما تكمل السوا. كنت حاطه معاها البطاطس كملوا السوا مع بعض. حطيتهم في الصينيه دي كده ودخلتهم تحت الشوايه. طلعوا بصوا المنظر اخضر خطير في الهوا بيطير. ايه رايكم؟ وبعمل بقى دلوقتي اهو لسان عصفور. نحط اي ماده دهنيه. عايزه زيت بس تحط زيت نزيل. اهي عايزه تحمري من غير حاجه حمري براحتك. وده ايه؟
بيتحمر ازاي. هو ما بياخدش وقت. شايفين الجمال والحلاوه. يبقى طبق شوربه لسان عصفور. الشوربه والملوخيه والثوم. حط بقى ايه الكزبره. مش الكزبره يا جماعه دلوقتي قبل ما التومه تخش في التحمير عشان الكزبره ما تتحرقش. وهنا ايه لسان عصفور اهو هطفي كده عليه اهو وامطشه كده. انا بطش الاول بالميه بس انا ما حضرتش ميه اهو. حطيت ايه شرب ونولع عليه بقى ايه تاني. انا طفيت ليه عشان ما يطلعش الطرطشه ويغرق الدنيا. يبقى كده يستوي مع نفسه اهو. يبقى طبق ايه لسان عصفور حلو عشان البرد يا جماعه. ده بيقول لك عشان خاطر البرد حلو قوي. وهنا التومه اهي بتتحمر. بص النار ربنا يكفينا شر النار. معليه النار كده عشان ايه الفيديو ما يطولش عليكم. وطي كده واروح اجيب الكزبره وارجع لكم تاني كده يا حبايبي مع بعض بقى ونشوف التومه لما اتحمرت. بصوا الجمال والحلاوه. وهنا لسان العصفور اهو هيبتدي لسه يغلي. بصوا التومه اهي وحطيت معاها الكزبره. نشوف بقى ايه اخضر خفيف رواتب. حطيت الكزبره وشويه ملح واقلب كده. انا بعمل طشتين بس ما عملتش المره دي طش. بصوا حطيت المعلقه هنا مطرح التومه وانا بقلب كده. حطيتها هنا ليه بتدي طعم خطير قوي. الشوربه دي لما تعمل لها طشه بتبقى حلوه قوي يا جماعه. يلا بقى نشوف الجمال والحلاوه. نشوف الملوخيه وهي بتطش كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهي تخينه كده يا جماعه. تعملوا ايه بقى؟ هي تخنت صح. نعمل ايه كبشه شوربه كده حلوه ونقلب كده. ونقلب بقى ونشوف الجمال والحلاوه مع بعض. بصوا بقى الحلاوه بحبها بقى خفيفه تقيله. شو انتوا بتحبوها ايه؟ كل واحد طبعا ما بيحبها. بصوا ملوخيه الخلاط دي يا جماعه. يا الجمال والحلاوه دي. شموا الريحه بقى. اخطر خطير في الهوا بيطير. وطلعت الله صلى على النبي بسم الله ما شاء الله. لو تشموا الريحه ولا لسان عصفور وجمال وحلاوته. وده بقى النوى اللي قلت لكم عليه. وده قش السفندي وقش البرتقال. الملوخيه بقى اهي ما نخليهاش تغلي طاقه كده لان الشوربه مغليه. وهي اساسا انا كنت غلياها في الميه وضربتها في الخلاط وبردت وشلتها. فهي كلها مغليه ببعض. ما تغلوهاش عشان العرق بتاعها ده. بصوا العرق بتاعها حلو ازاي. شايفين جمالها وحلاوتها اهو. شايفين. نطفي بقى عليها وتشوف الجمال والحلاوه. بوريكم بس العرق بتاعها اهو عشان ما تقولوش ايه ملهاش عرق. لا ونطفي بقى عليها. بسم الله ما شاء الله. خليهاش تغلي عشان ما تطلعش العرق بتاعها. واوعوا تغطوها. وده لسان العصفور اهو. بصوا جماله وحلاوته. كلهم لون واحد اهو. انا قلت بس اوريكم. دي الملوخيه دي بتعمليها اوعي تغطيها. اتغطت العرق ده بتاعها ده هيتقطع كده. هتلاقيها سقطت في الحله او في الطبق او في الوك اللي انت عاملاه. ملهاش عرق كده. اوعي الملوخيه تتغطى. شايفين اهو لسان العصفور كمان اهو. وايه رايكم في سلطه البطاطس الجميله دي؟ قولوا رايكم يا جماعه. انا قلت اوريكم بس ايه الحاجات الحلوه. اكتبوا لي بقى كده ايه رايكم. وشكرا اللي نوروني في القناه. وشكرا للضيف ربنا يخليك. وشكرا اللي معايا في الجروب ومعايا في القناه منورين الدنيا كلها يا عيلتي الكبيره. قلت بس ايه اوريكم الحلاوه دي. صلوا على النبي كده انتوا بتتفرجوا على الحلاوه والطعام. بصوا جمال وحلاوه الشوربه. الشوربه تبقى حلوه كده ونضيفه كده. ما فيهاش ريم ولا فيها حاجه. اهو شايفين نضيفه. ليه الفراخ بتديها صدمه. انتوا اديها الميه المغليه اديها صدمه. هي والفلفل البصل صدمه مع هي والبصل والثوم مع بعض كده اهو. انتوا شايفين الشوربه هي رايقه وزي الفل اهي. بصوا ما فيهاش ريم ولا حاجه. والملوخيه جمالها وحلاوتها اهي. تقدروا كده تقولوا يا جماله يا جماله يا حلاوته يا حلاوته.
اخضر خطير اهو، اخضر خطير في الهواء بيطير اهو، شايفين؟ تلعبوا بقى البوتاجاز ده. لما اخلص البوتاجاز ده بيدعك بقى ايه، غاليه قشر الليمون، غاليه قشر الاستفندي، غاليه قشر الرمان اللي انا عاملاهم في الخلاط وسلقاهم وضرباهم في الخلاط ومصفياهم وبدعك بقى. والسوائل اللي بتاعته دي بخاخه بتاعت المكوى، عارفين بخاخه المكوى؟ عندي بخاخه كده بوخر يعني الجو يبقى جميل وخطير. لسان عصفور اهو، كل حاجه حلوه قدامكم. بالهنا والشفا للي طلب، بالهنا والشفا للي ايه، اللي هياكل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا مطبخ ام حسن.